لو جينا للنقطة بتاعت بل كنته، هي معناها في الحقيقة أصل في الوجود ما في غير الله، أسماءه صفاته وأفعاله زي ما قلنا الدولة. لكن نحن متوهمين أننا عندنا وجود مستقل. لا، عندنا إرادة. الإرادة دي إذا تخلينا عنها تجي في محلها إرادته هو فلا يكون غيره. ولذلك جاءت عبارات زي عبارة النابلسي: إن تكن بالله قائم لم تكن. يعني إن المحد بشريتك اللي أنت مدعي بها قيومية أصبحت القيومية اللي هو وحده. إن تكن بالله قائم لم تكن بل أنت هو. لكن لما يكون عندك ظن بأنك أنت قائم بأمر نفسك جاء وجودك أنت، وجودك خطأ. ولذلك الصوفية قالوا فيه: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. وجودك أن تشعر بأنك أنت عندك قيومية وعندك إرادة مع إرادته. والمسألة دي ما بيصفر منها الذوق إلا الإنسان المعرفة، لكن هي حقيقة. إن تكن بالله قائم لم تكن بل أنت هو، أنت ضد الغيب من أسمائه والشمس هو. يعني إن محد قيوميتك، إن محد بشريتك المدعية لها قيومية وإرادة، أصبح ما في مريد فيك في الخارج إلا هو. هذا معنى بل كنت هو الحديث ماشي لها.